عربيتين منتشرين ومتداولين جدا جدا في الشارع المصري. لو انت بتاع فرق وغرز وتنطيط ما انصحكش تشتريهم، لان وقتها هتكون بتفكر في الانتحار. يلا بينا نشوف ايه هما العربيتين دول. يلا بينا. العربية الاولانية اللي فطحانة على الفضائيات، اسطورة الثبات الضايع والفرامل اللي مش موجودة، هيونداي فيرنا، النعش الطائر حتى من اسمها يعني. دي عربية حرفيا مجنونة جري، عربية ما بتعرفش تعمل حاجة غير ان هي بتجري وبس. العربية دي ثبات وفرامل منعدمين، ما انصحكش تشتريها لو انت شاب حابب تجري وتاخد ورز والكلام ده. بجد العربية هتغزلك. تاني عربية معانا نيسان صني، اسطورة مصانع الفويل في الوطن العربي. العربية اللي ثباتها وفراملها شبه منعدمين. نيسان صني عربية كويسة جدا واعتمادية جدا، ولكن فرامل والثبات في ذمة الله. ما انصحكش تشتريها لو انت حابب تجري او بتحب تجري او ماشية كله جري وغرز، لان العربية دي هتغزلك ومش هتنفعك. وفي النهاية انا مش بذم في العربيتين دول ولا بقولك ما تشتريهمش نهائي، بالعكس دول اكتر عربيتين متداولين في الشارع المصري وفي السوق المصري. عربيتين كويسين، قطع غيارهم رخيصة واعتماديين، ومشاكلهم قليلة جدا جدا تكاد تكون منعدمة. ولكن العربيتين دول ما يناسبوكش لو انت من الشباب اللي بتحب تجري وتاخد غرز، لان فعلا العربيتين دول غير امنين بالمرة، وهيغزلوك ومش هينفعوا جدا ولا هيسدوا معاك في جري والغرز والكلام ده، لان هم مش معمولين عشان كده. وفي النهاية انا كريم من قناة كيمو كارز وبقدم محتوى عن السيارات. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد مفيد. سلام.